يجري في مناطق شمال وشرق سوريا ليس بالأمر الجديد، بل هو استمرار لسلسلة انتهاكات وحروب لإبادة جماعية بحق الشعب لطالما طالب بأبسط حق له، هو أن ينعم بالعيش في وطن يسودها الديمقراطية والسلام. فكان هذا الجزء المنتظر وفي لقاء المنتظر منذ 4 سنوات رغم العزلة المشددة عبر القائد عبد الله أوجلان بجلاء عن رؤيته لحل الديمقراطي، لكن العزلة عليه ما زالت مستمرة، ومن واجبنا تصعيد نضالنا لإنهاء هذه العزلة تحقيق حريتها الجسدية. لكننا نرى اليوم مجازر وحشية وممارسات تتم بآباء وسيلة لا إنسانية ترتكب بحق المدنيين والأطفال والنساء والبنى التحتية والمنشآت الخدمية. أن ما ترتكبها الدولة التركية هو جريمة بحق الإنسانية هدفها هو ضرب الاستقرار والسلم الذي يسوده شمال وشرق سوريا. نرى اليوم الانتهاكات والاحتلال التركي تستهدف النساء بالدرجة الأولى ومحاولة ومنها إفشال مسار الثورة، ولكن النساء إقليم وشمال وشرق سوريا قاوموا وإفشال كل المخططات للقضاء على الاحتلال ومقاومته عبر 6 الذي أباء تهديد العالم أجمع باسم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي. نتوجه بالعزاء الخاص لعوائل شهدائنا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وندين ونستنكر بشدة الهجمات التي تنشأها الدولة التركية على مناطقنا، ونحمل المجتمع الدولي كامل المسؤولية القانونية اللا أخلاقية تجاه ما يرتكبها بحق شعبنا، وهو الانتهاكات صارح لمواثيق القوانين الدولية وانتهاكات للسيادة السورية في الوقت الذي يروج فيها المسؤولين الإطراء برغبتهم في إنهاء الحروب. لكن هذه الهجمات تؤكد على الاستمرار الدولة التركية على سيادتها العراقية ضد الشعوب المنطقة. نناشد المنظمات الدولية والحقوقية المحلية الإقليمية للقيام بواجباتها ومحاسبة الاحتلال التركي وفضح ممارسته. كما نناشد شعوبنا وشعوب العالم أجمع بالتكاتف وتصعيد النضال ضد الفاشية الدولة التركية والعمل معا من أجل إفشال كافة المخططات التي تستهدف وجود شعبنا لا للخيانة. عاش القائد عبد الله أوجلان الشهيد نامري.